صلوا على النبي يا جماعة نكسب معاكم صلاة النبي. أهلا بيكم معايا في قصة جديدة. قصتنا النهاردة واحدة بتقول أنا كرهت نفسي وكرهت جسمي وكرهت إني واحدة ست وكرهت إن أنا أمي خلفتني بنت. يا ريتها خلفتني الولد، كنت عشت أحسن من كده. طب في إيه؟ إيه دي يا أميرة مالك؟ إيه الحكاية وإيه القصة؟ كرهت إن أنا أكون ست وكرهت جسمي ليه؟ معايا راجل 80 حصان. طب احمدي ربنا، غيرك مش لاقي وبيبلبع حاجات عشان يلاقي. صاحبة قصتنا النهاردة كرهت حياتها، كرهت إن هي تكون ست بسبب جوزها اللي دمر كل شيء جميل في حياتها. بتقول ما تيجي نسمع هي بتقول إيه علشان نقدر نحكم. يا ترى هي مجني عليها ولا جانية؟ ويا ترى مين اللي ظالم ومين اللي مظلوم؟ واللي عملته صح دوت ولا كانت المفروض تتصرف تصرف تاني خالص عشان ما تروحش ورا الشمس زي ما راحت. بتقول أنا أميرة من حي الجمالية، حي شعبه جميل وهادي والناس كلها بتحب بعض. لكن البنت أول ما بتفور بتبتدي تتجوز بقى وتحاول إن هي تفتح بيت ويتجوزوها وبيجوزوها لأي حد وخلاص. المهم إن هي تتستر، زي ما بيقولوا جواز البنت حجة. يلا خلينا نخلص. اكسر البنت ضلع يطلع لها 24 وحاجات من هذا القبيل. بتقول أنا كنت ملتزمة جدا وبعيشة في استقامة رهيبة، وجه جوزي اللي هو عبد الرحمن أفندي حتة موظف جميل كده، وهي كانت فرحانة إن هي هتاخد واحد موظف. المهم بتقول فرحت جدا إن جالي عبد الرحمن بعدنا كده بتلات أربع شوارع، وقلنا هنتجوز وعشنا في الجمالية. عشت حياتي اللي أنا عاوزاها، يعني نعمل بيت من لا شيء. عشت لكن ابتديت إن أنا أخد بالي إن جوزي عنده طاقة كبيرة. هتقولي لي برشام؟ لا مش برشام، أنا عمري ما شفته بياخد برشام، بس ممكن. ده راجل طاقته العالية دي في الجنس وفي السرير خليته يجيب فيديوهات إباحية على موبايل ويقول لي تعالي اتفرجي، اعملي كده، سوي زي كده. أقول له يا راجل إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يا راجل إحنا من الدايرة في حمى ربنا، يا راجل إحنا عندنا عيال عاوزين نربيها. بقى يقول لي بصي هو كده يا بنت الكلب، بصي وشوفي كده اللي بيعمله الراجل مع الست دي. وبقيت أبص وعلى طول حياتنا بقت كده، بقينا نشوف الفيديوهات الإباحية دي ونقلدها ونعمل الألعن منها كمان. علمني كل ما تتصوروه، القذارة والسفالة والأباحة، علمني كل حاجة. والعملية زادت بقى معي، وبقت قوته بقى ما بعدها قوة، وبقى مفرط بطريقة بشعة. اتخنقت وتعبت وقرفت من كل حاجة. بدل ما يروح يدور على وظيفة تانية أو شغلانة تانية بعد الظهر، لأ بقى ده ليل نهار قاعد ماسك الموبايل والأفلام ويناديني. ولا عارفة أذاكر العيل ولا عارفة أنزل ولا عارفة أشوف حد ولا عارفة أعمل أي حاجة في البيت. بقى يجي من شغله على أوضة النوم، هي بقت المعبد، ويقعدني ويفرجني على أفلام ويقول لي اعملي. واللي زاد وغطى بدأ يتفرج على الأفلام وبقى يضربني ويستلذ بضربي. وبعد ما يفوق من اللي هو يقول ايه ده، ايه الزرقان ده؟ معلش انتي عارفة بقى، انتي عارفة المتعة كده، الجمال حاجة صعبة جدا. ما بقتش قادرة استحمل لحد ما في يوم من الأيام لقيته جاي فرحان وبيقول لي ايه ده، فيلم جديد ولا مشروع جديد؟ قلت له مشروع ايه؟ انت مش بتشتكي من الحال والظروف والدنيا والحياة والكلام ده كله؟ ومن زمان بقول لك اعمل لك اي مصلحة تجيب اي قرش زيادة في البيت، العيال بتكبر. قال لي ما انا لقيت ان انتي اميره، وفعلا اميره. انتي اميره وقلبك طيب. خير يا عبد الرحمن؟ طيب وقول لي طب مشروع ايه اللي انت لقيته وهنفتحه فين ولا هنعمل ايه؟ قال لي هنا في البيت. قلت له ايه؟ اقترح ان انا اعمل اكل في البيت ونعرض على النت والناس تيجي تشتري بقى خضار وحاجات من كده. قلت له اكلات ايه؟ رد عليا وقال لي ده انا هخليكي ملكه، هخليكي اميره، اسمه وصفه. فرحت فعلا ان هو يخليني اميره اسمه وصفه، وان في فعلا قرش جديد وعمل لي البحر طحينه. وهيجيب مش عارفه ايه. هنجيب قد ايه في الشهر ده؟ احنا ممكن نخش في 6 7 آلاف جنيه، وممكن نجيب عربيه وممكن نجيب شقه ونوسع النشاط. ايوه يعني هو ايه النشاط؟ ايه هو اللي هيتعمل في البيت؟ هنفتح حضانه يعني ولا ايه؟ اكل ووزعه؟ ارجوك قولي. تخيلوا يا جماعه قال لي ايه؟ قال لي انت بقيتي اميره استاذه في الجنس بحكم الخبره بقى، ما انا بقيت افرجك ولما علمتك وخليتك كده. قلت له اه. فقال لي ايه رايك؟
نعمل فيديوهات إباحية، وزي ما بيعملوا في ناس كتير بتعمل الحاجات دي والفيديوهات دي، وبيلبسوا ماسكات. الراجل بيلبس ماسك وبيعمل فيديوهات إباحية بكل المواضيع دي، وبيبيعوها للناس والناس تعرضها علشان الناس تتفرج وكده. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي ايوه، هنا في اوضه النوم. هجيب لك اوضه نوم جديده، ايه رايك؟ انا اتفقت مع ناس شغالين في الحاجات دي، وهجيب لك اوضه نوم جديده ونبيع القديمه المقرفه دي. فلوس كتير عشان اجدد اوضه النوم ونعمل فيها رومانسيات واضاءه، ويعني هجيب كاميرا ونصور بقى وهلبسك ماسك، ما تقلقيش وشك مش هيبان. اطمني اطمني مش هيبان. وحتى لو عاوزه تلبسي نضاره البسي، المهم ان انتي هتداري وشك، والبسي بقى اللي انتي عاوزاه. ونعمل بقى الافلام الجنسيه دي كاننا نايمين مع بعض بالظبط، وناخد الاشرطه دي والفيديوهات نبيعها وناخد فلوس قد كده. يعني انت بتقول دلوقتي ان ال6000 جنيه دول هيطلعوا من كده؟ قال لها اه. قال لي اه، 6000 جنيه. اتاري الراجل عاوز يبيعك يا ياسمين، شفته من الخيبه. الراجل عاوز يبيعني علشان الفلوس، ويا ريتها كانت 6000 جنيه، ده 20 و25 ألف جنيه، وعاوز يخنصر كمان. تخيلوا بقى، كان عاوز يفرحني ب6000 جنيه ويحط الباقي في كرش. ما قدرتش استحمل، ما قدرتش ابدا. وعملت خطة واتفقت مع سواق بعربية، وقلت له بص، انا جوزي بيغمى عليه كتير، واول ما يغمى عليه باخده اوديه المستشفى، وما بقدرش اشيله. فقال لي ايوه يعني ايه يا ست؟ قلت له يعني واحد معاك وتعالى نشيله، ولما يغمى عليه نوديه المستشفى مع بعض. قال لي ماشي. وفعلا حطيت له منوم ورحت. عملت ايه بقى؟ قلت لا لا، المنوم مش هيجيب معاه نتيجة، انا مش هضربه ولا هعمل فيه اي حاجة. انا حطيت له اكتر من حباية في الاكل، واكلته طبق ملوخية من اللي هو بيحبه، وحطيت له فيه السم واكلته. وقعد يصوت اه يا بطني اه يا بطني. اتصلت بيهم وهو بيتلوى الحقوني الحقوني، جوزي تعبان. وجريت وشالوه معايا كمان للمستشفى. اول ما وصلنا المستشفى قالوا لي في ايه؟ قلت لهم ده حالته وحشة وبيموت، مش عارفة اعمل ايه. وفعلا مات.